السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم عامر شكري. أهلا وسهلا بكم في كورس سيكوال سيرفر ادمنستريشن. خلال السيشن اللي فاتت اتكلمنا عن البلاننج والانستوليشن وشفنا طرق كتيرة للانستوليشن، واخدنا بالتفصيل طريقة منهم اللي هو الانستوليشن عن طريق الويزرد اللي هو الانستوليشن سنتر. ان شاء الله بداية من السيشن دي هنبدأ نتكلم بقى او ندخل اكتر في الجزئية الخاصة بالداتابيز ادمنستريشن. فيلا بينا نبدأ السيشن بتاعنا. اول حاجة لازم نعرفها في موضوع الداتابيز ادمنستريشن هو كيفية اصلا حفظ الداتا، تمام، في جوه السيكوال سيرفر. تمام، فاصغر حاجة هنتكلم فيها هي البيج. دي اصغر حاجة بتخزن فيها داتا جوه السيكوال سيرفر. تمام، حجم البيج ده يعتبر كام؟ 8 كيلو بايت. تمام، يبقى حجم البيج عبارة عن 8 كيلو بايت. البيج دي بتتكون من عدد من الأشياء. أول حاجة بتتكون من هيدر، بتتكون من كونتنت، تمام، اللي هو الروز. تمام، بتتكون من من رو اوف ست تيبل. تمام، طيب أول حاجة هنبدأ بيها هو الهيدر. الهيدر ده يعتبر هو المساحة بتاعته 96 بايت. ماشي، بياخد من البيج 96 بايت. بيحتوي على شوية معلومات كده خاصة بالبيج. أول حاجة بيحتوي على البيج اي دي، بيحتوي على بوينتر للبريفيوس بيج والنكست بيج، يعني بوينتر مؤشر كده يقول له البريفيوس بيج فين والنكست بيج فين. تمام، ومعلومات عن الفري سبيس جوه البيج، وتوتال نمبرز اوف روز ان اون ذا بيج، عدد الروز جوه البيج. تمام، طيب ده بالنسبه للهيدر. بالنسبه بقى للبادي او الكونتنت، ده عباره عن روز. الروز طبعا بتختلف في احجامها حسب الداتا الموجوده جوه كل رو. تمام، وبتختلف حسب مكانها برضو، ومكانها ده بيتحدد عن طريق الرو اوف ست تيبل. تمام، يعني مثلا لو قلنا على الرو 0 فبيبدا من 6 من البايت كام؟ 96. ليه 96؟ لان هو بعد الهيدر على طول، واحنا قلنا الهيدر كام؟ الهيدر السايز بتاعه 96، فبيبدا ياخد المساحه من بعد 96. تمام، ياخد المساحه بتاعته، وليكن مثلا زي ما احنا شايفين في المثال هنا يوصل لحد 118 بايت. يبدا بقى دي تعتبر بدايه الرو رقم 1 زي ما احنا شايف كده، وزي ما هو موضح يعتبر في الرو اوف تيبل اللي هو بنعتبره اندكس الروز او الكونتنت الموجوده جوه البيج. تمام، ده بالنسبه ده بالنسبه للبيج. تاني حاجه هنتعامل معاها هو الاكستنت، ويعتبر ده البيزك يونت اوف سبيس مانجمنت of for SQL Server data and index page. تمام، يعتبر ده اليونت الاساسيه اللي احنا بنتعامل معاها. الاكستنت ده يعتبر هو مجموعه من 8 بيجز. تمام، زي ما احنا شايفين كده الاكستنت يعتبر مجموعه من 8 بيجز زي ما احنا شايفين كده. تمام، ال 8 بيجز طبعا عشان نعرف السايز بتاعه 8 بيجز في 8 كيلو. تمام، لان السايز بتاع البيج 8 كيلو بايت، يدينا ان الاكستنت حجمه 64 كيلو بايت. تمام، وبالتالي 64 كيلو بايت في 16 اكستنت هيدينا 1 ميجا، و 16000 اكستنت في 64 هيدينا 1 جيجا بايت. تمام، طيب الاكستنت ده في ليه 2 تايبس. اول حاجه الميكسد اكستنت، وده بيحتوي على بيجز يعتبر owned او باي مالتيبل اوبجكت، يعني في اكتر من اوبجكت موجودين جوه الاكستنت. يعني البيجز ديت تمام بيتحط فيها او ستور الداتا اللي بتتسيب فيها، بتتسيب من اكتر من تيبل. وليكن مثلا الاكستنت، وليكن زي ما احنا شايفين كده مثلا التيبل البيج الاولانيه بتخزن فيها تيبل 2. البيج الثانيه بتخزن فيها اندكس 1. البيج الثالثه اندكس 2. البيج الرابعه تيبل 2. تمام، تيبل تيبل 3 في الخامسه، وهكذا. تمام، يبقى دي اوبجكت مختلفه بتتخزن جوه البيجز الخاصه الميكسد اكستنت. طيب لو الاوبجكت واحد في الحاله ديت يبقى يونيفورم اكستنت. يونيفورم اكستنت زي ما احنا شايفين كده في اليونيفورم اكستنت كله بيتخزن فيه
تيبل 1. تمام، كل بيجز بتخزن فيها ايه تيبل 1. تمام. طيب دلوقتي في بالنسبه للسيكوال سيرفر اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي اللي هو 2022. تمام. الديفولت بتاعنا او الديفولت اكستنت اللي بتخزن فيه الداتا هو اليونيفورم اكستنت. تمام، وده يعتبر بدأ من ايه 2016. تمام، مش بدأ من دلوقتي، فده يعتبر الايه الديفولت. طيب اللي قبل كده كان ايه؟ كان الديفولت بتاعنا اللي بتخزن فيه الداتا اللي هو الميكسد اكستنت. ليه؟ لانه كان بيحرصه شويه، لان الستورج بيبقى غاليه والستورج قليله، فالميكسد اكستنت ده او الميكسد اكستنت ده بيوفر عليهم شويه في ايه الستورج اللي بتخزن عليها الداتا. لكن دلوقتي يعتبر الكوست بتاع الستورج قل، والستورج ذات نفسها اصلا زادت، فالايه استخدموا اليونيفورم اكستنت لان هي طبعا افضل بكتير في البرفورمانس. تمام. طيب لو انا عاوز ارجع للايه قبل 2016 اللي هو 2016 يعني، تمام، اللي هو 2014 والنسخه اللي قبل كده، فانا بغير في البروبرتي دي اللي هي الايه ميكسد بيج الوكيشن، بخليها بدل اوف بخليها اون وهكذا، وبكده يكون انا ايه الديفولت بتاعي يعتبر الايه الميكسد اكستنت. لكن الديفولت حاليا هو الايه اليونيفورم اكستنت. طيب احنا دلوقتي عرفنا البيج وعرفنا الاكستنت. طيب هنعرف ازاي ان احنا نخزن اصلا جوه الاكستنت ده؟ هنعرف ازاي ان احنا نخزن جوه اكستنت معين الا اذا كان ايه في خريطه بتقول لنا ان الاكستنت ده فاضي ممكن اخزن فيه، او الاكستنت ده مش فاضي. تمام. الخريطه ديت او الماب دي بنسميها ايه؟ بنسميها جوه السيكوال سيرفر اللوكيشن بيت ماب بيجز. تمام. طيب وديت فيها نوعين اللي هو ايه الجام والاس جام. الجام اللي هو جلوبال الوكيشن ماب، والاس جام اللي هو ايه شيرد جلوبال الوكيشن ماب. الجام بتشتغل مع اليونيفورم اكستنت، والاس جام بتشتغل مع الميكسد اكستنت. تمام. طيب بيشتغلوا ازاي او الخريطه دي ماشيه ازاي؟ الخريطه دي عباره عن بيج، تمام، فيها وصف او فيها فلاج زي ما بنقول يعني مؤشر لكل اكستنت موجود ايه جوه الداتابيز بتاعنا. تمام. طيب انا المؤشر ده مثلا اكستنت لو قلنا مثلا الجام زي ما شايفين البيج كده او 0 1 1 0 0 0 وهكذا. ده ايه الزيرو ده بيدل على اكستنت مثلا ايه 1 1. تمام. الزيرو ده في الجام او الاس جام ده مؤشر ان الاكستنت ده مليان. تمام. طيب المؤشر او الفلاج ان يقول لي ان الاكستنت فاضي هو رقم 1 عشان بس ناخد بالنا. يبقى 0 معناها الاكستنت مليان، اكستنت فاضي يعني رقم 1. فاحنا لو جينا نخزن مثلا داتا خاصه بتيبل 1، لو احنا بنتكلم على ايه على الجام مثلا، فمن اول حاجه بصينا عليها الاكستنت رقم ايه 1 1 لقيناه ايه لقيناه مليان 0. تمام. طب الاكستنت رقم 2 1 لقيناه بواحد، الفلاج بتاعه 1 يعني معناه ايه فاضي، يبدا يملى في الايه في الاكستنت ده. تمام. وهكذا. تمام. الموضوع ماشي هكذا. طيب الجام ديت السايز بتاعها او تقدر تشيل لحد 64000 اكستنت. تمام. او بمعنى صح 4 ايه جيجا بايت اكستنت. تمام. سواء الجام سواء الاس جام يقدروا يشيلوا لحد ايه 64000 اكستنت. تمام. او 4 جيجا. انت اول ما بتكريت الداتابيز بتاعتك بيتخلى عندك ايه 2 بيجز، بيج خاص بالجام او اليونيفورم اكستنت، وبيج خاصه بالايه اس جام. تمام. اول ما السايز بتاع الداتابيز بتاعتك يزيد على 4 جيجا، تمام، بيتخلى عندك صفحتين تانيين، صفحه خاصه بالجام وصفحه خاصه بالاس جام للحاجات اللي جايه. تمام. طيب البي اف اس ديت اللي هي البيج فري سبيس. البيج فري سبيس ديت بتقول لي البيجز بقى اللي جوه الاكستنت بتقول لي ان الفري سبيس فيها قد ايه. تمام. علشان تبدا تملى في ايه جوه البيج. تمام. لان طبعا الاكستنت زي ما قلنا فيه 8 بيجز، فهو عشان نشوف انهي بيج فاضيه عشان نخزن فيها الداتا، فهو بيقول لي عن طريق البيج اللي هي
بيج فري سبيس، بيقول لي ان البيج دي فاضيه فيها مساحه كذا فاضيه. تمام، دي ويب كفر ب 64 ميجا بايت. طيب عندي حاجه تانية. طيب انا اعرف دلوقتي انا عاوز اخزن داتا خاصه بتيبل 1. ماشي. طيب انا هعرف الاكستنت ده بيخزن فيه الداتا بتاع تيبل 1 ولا تيبل 2 ولا تيبل 3 ازاي؟ عن طريق حاجه اللي هي بنسميها اندكس الوكيشن ماب. تمام، اندكس الوكيشن ماب او اي اي ام. تمام، بتقول لي ان الايه، ان الاكستنت الفلاني ده بيشيل ايه الداتا بتاع التيبل 1 زي ما شايفين في الصوره كده، او صوره موضحه ان الاي اي ام 1 تمام بيبص لي على ايه، على اكستنت 1 اللي هو اللي بيخزن فيه تيبل 1. يعني انا لو عاوز اخزن داتا مثلا بتاع تيبل 1، فاول حاجه بعملها ايه، باجي على الاندكس اللوكيشن ماب اللي هو اي اي ام 1 عشان اخزن الداتا بتاع تيبل 1، او اشوف الداتا بتاع تيبل 1 بتتخزن فين. هلاقيها بتتخزن في الاكستنت 1 واكستنت رقم ايه 3. ماشي. في الجام هل الاكستنت ده مليان ولا فاضي؟ هيقول لي ده مليان مثلا. بص على اكستنت رقم 3 هيبدا ايه دور بقى البي اف اس، يقول لي طيب الاكستنت رقم 3 ده او الاكستنت 3 ده في بيج رقم ايه، البيج رقم 4 دي فاضيه، او فيها او البيجز ال 1 2 3 دول مليانين، والبيجز الرقم 4 فيها مساحه مثلا فاضيه، يبدا اخزن في الايه، في المساحه الفاضيه، وهكذا. ده وظيفه الايه، الاي اي ام. تمام، وبيكفر برضو كام 4 جيجا بايت. يبقى احنا كده ايه، عرفنا اللوكيشن ماب الجام والاس جام، عرفنا المؤشر ليهم اللي هو الاي اي ام اللي هو الاندكس اللوكيشن ماب، وعرفنا البي اف اس عشان يقول لنا الفري سبيس جوه كل بيج قد ايه. تمام طبعا، وعرفنا طبعا البيج وعرفنا الايه الاكستند. دي الحاجات الاساسيه اللي احنا عاوزين نعرفها، لان هنسمع كتير كلمه بيج وهنسمع كتير كلمه اكستند في الايه، في السيشنز اللي جايه. تمام، الى هنا ايه يعتبر السيشن بتاعنا خلص. اتمنى يكون الايه الدنيا واضحه ومفيش اي تعقيدات فيه، وان شاء الله اشوفكم في السيشن الجاي باذن الله تعالى في اتم صحه واحسن حال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.